ازيكم عاملين ايه؟ كتير منكم بيحب البتنجان المقلي والمسقعة، بس بيخاف وما يرضاش يعمله علشان كمية الزيت المهولة اللي بيشربها البتنجان في القلي. وبما ان البتنجان لوحده قيمته الغذائية عالية لان فيه الياف وفيتامينات واملاح وبروتين، فقررت اعمله لكم بطريقة صحية وفي نفس الوقت لذيذة وسهلة جدا. تعالوا شوفوا عملته ازاي. الاول هنعمل التتبيله ودي عباره عن 3 مكونات بس. اول حاجه معلقه صغيره بابريكا، والبابريكا غير انها بتدي طعم حلو وبتساعد ان البتنجان ياخد لون التحمير الجميل ده بسرعه. ونضيف نص معلقه ملح صغيره ومعلقتين كبار زيت زيتون، او لو ما بتحبوش طعمه ممكن نستبدله بزيت ذره او عباد شمس. نجيب بقى البتنجان بتاعنا ونقشره ونقطعه حلقات بسمك متوسط. نحطه في التتبيلة ونقلبه فيها ونتأكد ان كل قطعة اتغطت كلها بالتتبيلة. نرصها على ورق زبدة في الاير فراير ونشغلها على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. في النص عند 10 دقايق هنقلبها على الناحية التانية. وده شكلها بعد ما خلصت. طعمها كان حلو قوي وكانت طرية ومستوية كويس جدا من جوه، وألف هنا وشفا.